تخيل معايا تكون كتعوم في شي بحر وتدور عينيك على اليمين وعلى اليسار وتلقى واحد القرش جاي قاصدك ويهجم عليك. هادشي بالضبط الرجال اللي غادي نشوفوا في هذه الحلقه هادي. سائح روسي باحد الشواطئ الغردقه الموجوده بمصر خرج ليه القرش وغادي نكتشفوا شنو وقع ليه. غادي نتعمقوا وغادي تعرفوا شنو واقع وغادي نهضروا على اخر التفاصيل، ولكن بشرط غتلقى واحد ابوني رطاي كريه ما تنساش انك دير جرس باش يوصلك كل جديد. درتيها شكرا بزاف. بعدما هاجمته سمكة قرش في مياه البحر الأحمر في أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة في مصر. الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو العشرينات تقريبا 24 عام مشى لمصر السياحة وبالضبط واحد البلاصه سميتها الغردقة اللي هي العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر. كلشي كان بخير وعلى ما يرام، مدوزين السويعة وفرحانين. فجأة تداول واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اللي داير واحد الضجة كبيرة حاليا في العالم كله. فيديو كيبين فيه واحد سمكة القرش اللي غادي نتعرفوا على اسم النوع في الاخر ديال الفيديو هجمت على السائح الروسي وبقات كتلعب بيه وكتقلبو. انا في الاول ملي شفت الفيديو سحب لي واش كيغرق، حتى فجأة كيبان لك السمك القرش على قدو تيلعب بيه بالسماء وفي الماء وتيقلبو على رجليه، وهو مسكين كيحاول بقدر الامكان انه يهرب باي طريقه، ولكن مع الاسف الشديد القرش تمكن منه. كنا جايين نقضي كام يوم حلوين كده من الصيف يعني، ففوجئنا واحنا في الميه والاولاد وزوجي جوه في الميه شويه، انا كنت بره. فوجئنا بالقرش في حد بيعافر معاه، فقعدت انادي على اولادي وكنت مخضوضه وهو بيعافر الولد مع القرش. ففجأة بعد تقريبا ما كملش 5 دقايق ما شفناش الولد. باش يكون في علمكم الرجال، القرش عادة ما كيهجمش على الإنسان، حيت كاين أكثر من 350 فصيلة من فصائل القروش. ما بين هاد 350 فصيلة كاين 4 ديال الأنواع اللي كيهجموا على البشر عندهم خطر كبير على الإنسان، اللي هما القرش النمر، القرش الأبيض الكبير، قرش الطور، والآخر قرش الطرف الأبيض المحيطي. واحد من هاد 4 القروش هما اللي عندهم خطر كبير على البشر. واحد من هاد 4 القروش هما اللي يهجموا لذاك السائح. فشكون هو في نظركم اللي هو القرش النمر؟ وزارة البيئة المصرية كشفت أن النوع المنتشر في البحر الأحمر يعرف بقرش النمر، ويصل طوله لنحو 5 أمتار ويزن حوالي 900 كيلوغرام، ويتسم بسلوكه العدواني تجاه البشر، وهو رابع أكبر سمكة قرش وثاني أكبر سمكة قرش مفترسة بعد القرش الأبيض الكبير. تخيل معايا القرش النمر اللي الطول ديالو كيتجاوز 5 أمتار، 5 متر. ودابا كيفاش غيكون الشعور ديالك وانت في وسط ديال البحر بوحدك ومطيف مع قرش الطول ديالو كيتجاوز اكثر من 5 متر؟ صراحه واحد المشهد مرعب بزاف. قالت إن قرش النمر معروف بهجومه على البشر، لا سيما في المناطق التي تشهد أنشطة بحرية كبيرة، قائلة إنه من الأسماك شبه المهددة بالانقراض. وفي الآخر السلطات المصرية تمكنت أنها تصيد القرش. صيادين يا جماعة، صيادين، نحن ممنوعين، احنا اللي ممنوعين. نضرب بزاف ديال الناس ما اتفقوش مع النقطة ديال أنهم يصيدوا القرش، حيت قالوا بأنهم ما عندهمش الحق يصيدوا القرش، والقرش بلاصتو هي هاديك، يعني داك السائح هو اللي مشى عنده برجليه. منطقيا كون كان السائح يعرف بأنه القرش غيكون تماك ما غاديش يمشي. شكون اللي غادي يبغي يضحي براسو؟ قدر الله ما شاء فعل. وحدوا ريوسكم الرجال، راه البحر عامه ما ماش اللعب. شنو هو الشعور ديالك ملي غتكون في وسط البحر وكيهجم عليك قرش؟ انا ناضو مغاربه كيديروا دوك الطرولات المضحكه، قال لك كون داك القرش خرج بالنسنس كون صيدو في وسط الماء ودار عليه شي فيديو معمر بالروز والخيزو وكوكاكولا. طفرتوا عليها قلبونا. بارك وبزاف ديال المغاربه اتفقوا ان ما باقيش يمشيو يعوموا في البحر، ولاو تيخافوا. والناس اللي باقي ما شافوش الفيديو راه متداول في فيسبوك، تقدروا تقلبوا عليه وتلقاوه. هادشي كان الرجال في هذا الفيديو هذا، كان معكم كزيلور كيف العاده. تعيش ام 3 فور لايف.